أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم مصطلح الأسبوع. مصطلحنا لهذا الأسبوع هو مصطلح الإدارة. الإدارة ليست سلطة. القائد عبد الله أوجلان يوضح هذه النقطة الخاطئة في الفكرة التي تدمج بين السلطة والإدارة. والسلطة ليست إدارة في المجتمع، والإظهار مدى اختلاف الإدارة المجتمعية والسلطة يركز على مفهوم الإدارة ويعيدها إلى حقيقتها. ويعرف القائد عبد الله أوجلان في مرافعته القضية الكردية وحل الأمة الديمقراطية في قسم الإطار الاصطلاحي والنظري مصطلح الإدارة بهذا الشكل. التعريف الصحيح لظاهرة الإدارة مهم على صعيد تلافي السلبيات وقصر النظر الناجم من ظاهرة السلطة. الإدارة أيضا كما الثقافة ظاهرة مستدامة في المجتمع، وإذ عممنا أكثر فهي تعادل الرقي الدماغي على المستوى الكوني، وتركز الحالة العصبية ضمن الكون البيولوجي بصورة خاصة، وتعبر الإدارة عن حالة الانتظام في الكون وعن حالة الهروب من الفوضى. والطبيعة ذات الذكاء المرن في المجتمع يقتضي بدورها رقي القدرة على الإدارة. من الممكن تسمية الإدارة على أنها العقل المجتمعي، ومن المهم في هذه الحالة تحليل مصطلح الإدارة الذاتية والإدارة الدخيلة. فبينما تقوم الإدارة الذاتية بتنظيم القدرات الكائنة في طبيعتها الاجتماعية ومراقبتها، وتؤمن بالتالي سيرورة المجتمع وتضمن مأكله ومأمنه، فإن الإدارة الدخيلة تشرعن نفسها كسلطة وتعمل على إقواء المجتمع المسلط عليه، أي تحاول نثر دماغه وتحويلها إلى مستعمرة فتسيطر عليه. من هنا فالإدارة الذاتية تتمتع بأهمية مصيرية بالنسبة لمجتمع ما، وكيفما يستحيل على مجتمع يفتقر إلى الإدارة الذاتية أن يتجنب التحول إلى مستعمرة، فلا مفر من فنائه وزواله ضمن سياق الصهر والإبادة كمآل طبيعي. تمثل الإدارات الدخيلة على جوهر المجتمع أكثر أشكال السلطة طغيانا واستعمارا. بناء عليه فالمهمة الأخلاقية والعلمية والجمالية المصيرية والأهم على الإطلاق بالنسبة لمجتمع ما هي بلوغه قوة الإدارة الذاتية. ومثلما لا يمكن لمجتمع قاصر على النجاح في هذه المهمة أن يتطور أخلاقيا وعلميا وجماليا، فإن تطوره وطابعه المؤسساتي السياسي والاقتصادي أيضا يزول. المهم هنا هو منع الإدارة من الانتقال بذاتها نحو شكل السلطة من جانب، وتصديها حتى آخر رمق اتجاه اللا إدارة من الجانب الآخر. وبقدر ما تعد السلطة مناهضة للمجتمعية فإن الإدارة تمثل قوة مجتمعية بالمثل، ومن دون القوة الاجتماعية لن يحصل التطور الأخلاقي والجمالي والعلمي. هكذا وفي حال غياب التطور الثقافي بمعناه الضيق فلن يحصل التطور الاقتصادي والسياسي أيضا بالمعنى الواسع. وما سيعاش في هذه الحالة هو الفناء نتيجة الاستعمار والصهر والإبادة. ويوضح القائد عبد الله أوجلان العلاقة ما بين الإدارة والديمقراطية على النحو التالي: بقدر ما تعبر أشكال حكم السلطة المحض عن التضاد مع الديمقراطية وعن إقصاء المجتمع عن الإدارة، فإن الإدارات الذاتية تدل على التحول الديمقراطي بقدر إشراك المجتمع في الإدارة. وفي هذه الحال يمكن تعريف الديمقراطية على أنها الإدارة الذاتية التي يشارك فيها المجتمع، والديمقراطية الموجودة في طبيعتها. وبينما يتم تصور الديمقراطية بالأغلب على أنها مصطلح معني بالمجتمعات الكبرى كالشعوب والأمم، فإن الإدارات الذاتية تشير إلى القوة الدائمة التي تنتشر من أصغر المجتمعات الإقليمية إلى أوسع المجتمعات الوطنية. ويأتي عجز علم الاجتماع عن تحليل الخلط بين السلطة والإدارة في مقدمة الأزمات أو الإشكاليات المهمة جدا التي يعاني منها، وهذا ما أبقى بدوره على جميع التحليلات البنيوية والعقلية والمواقف التاريخية تتخبط في الفوضى، مطيلا بذلك من عمر الأزمة. والنتيجة هي ابتلاع السلطة لكل المجتمع والبيئة، وأفراغها الديمقراطية من جوهرها مختزلة إياها إلى قشرة جوفاء.
لذا لا يمكن تخطي أزمة الحقل العلمي وبالتالي الأزمة الاجتماعية بوصفها كينونة بنيوية وكينونة معنى ما لم يقم علم الاجتماع بتحليل مصطلحي السلطة والإدارة الديمقراطية بعد وضعهما في محور اهتماماته، وما لم يقم بتعميم الحل على التاريخ والعلوم الأخرى. ولهذا السبب انتهت العديد من الحركات التحررية، فمثلا الاشتراكية كانت منتشرة للغاية إلا أنها انهارت، والمشكلة ليست في انهيار الاتحاد السوفيتي أو في فقدان قوة الدولة وسلطتها، بل المشكلة أن أولئك الذين يقولون أنا اشتراكي يتسببون في أكبر ضرر للاشتراكية، لأنهم لا يستطيعون تحرير أنفسهم ومشاعرهم وأفكارهم وعقولهم من سلطة الدولة، وهذا هو العائق الرئيسي أمام تطور الاشتراكية. ونحن بدورنا علينا أن نميز بين مصطلحي السلطة والإدارة وتطبيق مفهوم الإدارة الذاتية الديمقراطية لكي نصل إلى معنى الاشتراكية والحرية الحقيقي. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. دمتم سالمين.